كل 10 شركات ستارت ابس بتقفل 22% منهم بيقفلوا في اول سنه و50% بيقفلوا في اول 5 سنين. فالناس اللي خايفه تسيب شغلها وتبدا مشروعها دي ناس عندها حق ومنطق، مش ناس طموحها قليل ولا حاجه. في اسباب بقى بتكون السبب لفشل الستارت ابس دي ملهاش اي علاقه بيك، زي انه حصل حرب او وباء، او انك كنت معتمد بس على ان فكرتك جديده فتاخرت شويه وحد خد الفكره دي وانت ما عرفتش تطور في الفكره، فنقول ان انت خسرت كده من قبل ما تبدا. لكن مش دي بقى الحالات اللي عايزين نتكلم عليها. لكن عايزه اكلمك عن الغلطات اللي بتعملها كانتربرينور او رائد اعمال وبيخلي مشروعك يفشل من قبل ما يبدا. اول غلطه بقى انك ما عندكش الفكره مكتمله في دماغك. انت مش متخيل الخطوات اللي هتبدا بيها مشروعك وهتفضل تعمل ايه عشان يفضل ناجح لمده 10 سنين مثلا. انت النهارده بنورك في دماغك وحسيت انه الله حلو ده، يلا بينا نبدا، وانت ما عندكش اي فكره الماركت محتاج ايه او الناس بتدور على ايه، او انت ايه قيمه الربح اللي هتكون بتهدف ليها اصلا، او ايه الجديد اللي هتقدمه للماركت. زي واحد جه ينزل حمام السباحه لاول مره وهو ما يعرفش عمقه، فاول ما قام نط بوشه وهو حظه بقى. وده اللي بالظبط عملته شركه زي كيوبي. الشركه دي رغم ان هي جمعت 1.5 مليار من المستثمرين الا انها قفلت بعد 6 شهور بس من البدايه. انت متخيل؟ بسبب ان هم ما درسوش الموضوع كويس من اول، ان هم اختاروا وقت غلط، زي ان هم بداوا وقت الكورونا، عملوا كونتنت بيتشاف على الموبايل بس بيدفعوا فلوس. فاللي هو انا كمستخدم ايه اللي هيخليني ادفع في كونتنت فلوس وانا اقدر اشوف كونتنت كتير قوي على بلاتفورمز مختلفه من غير ما ادفع ولا مليم؟ فطبعا فشلوا لانهم دخلوا استثمار كبير من غير ما يتاكدوا هم هيعرفوا يكملوا ولا لا. الغلطه الثانيه بقى انك تبدا شغل على طول من غير ما تحدد الهدف والرؤيه والكلام الكبير ده، واللي ملخصه ببساطه احنا مين وعايزين نوصل لايه في المشروع ده بالظبط. وده خلى شركه زي كولر ابس كانت مشروعها الاساسي ان هي عامله اب تساعد الناس ان هي تشارك صورها مع بعض، وده خلاها تبدا بمليون يوزر وتوصل بعد وقت بسيط قوي ل 100,000 يوزر. لان من اللانشنج اصلا بتاع المشروع الناس مش فاهمه اصلا ايه الشركه دي ايه وعايزه تقدم ايه لينا. فهو جرب في الاول قال لك يعني نشوف هم بيعملوا ايه، ومع الوقت لما لقى الرؤيه مش باينه مشي. فالسؤالين دول نقدر نقول ان هم قضبان الحديد اللي بيخلي كل الناس في الشركه من اكبر حد لاصغر حد ماشي بطريق واحد وعنده هدف واحد. الغلطه الثالثه بقى انك ما كنتش مهيئ نفسيا لحجم المجهود اللي محتاج تعمله لوقت طويل جدا عشان تطلع الطلعه الاولانيه بس في البيزنس. انت حاطط توقعات خياليه للنجاح ان الماركت كله مستنيك علشان تكسر الدنيا، فلما بتنزل بتلاقي الموضوع مختلف عن كده خالص. انت بتقعد شهور ويمكن سنين تحفر في الصخر لغايه ما تحقق اي نجاح ملموس. ففي قناه زي رو ستارت ابس اللي بتدي نصايح للستارت ابس ازاي تبدا وتعرف تكمل، بيقول لك ان انت بتحتاج وقت طويل جدا بتتعب بس لغايه ما بيجي يوم كده او لحظه تلاقي الدنيا مشيت. ففكر في البيزنس اللي انت بتبداه كماراثون طويل محتاج تنظم فيه نفسك كويس قوي عشان تعرف تكمله. والغلطه الرابعه بقى والاخيره وده بيقولها فيليب برانسون وهو براندنج كونسلتنت، انك بتفترض افتراض بسيط كده ان اي حد ممكن يعمل اي حاجه. فتعين موظف خبرته محدوده جدا وتمسكه الحسابات والاتش ار والسيلز ويجي يفتح الشركه الصبح كمان، وتلاقي نفسك مع الوقت مفيش اي حاجه بتتعمل صح. والاكتر من كده ان ده ممكن يعرضك مع الوقت لمساءله قانونيه وانذار بالاغلاق، لان في اجراءات قانونيه كان المفروض تمشي فيها بشكل معين بس انت ما عملتش ده لانك في الاصل ما تعرفش. فخد بالك بقى انك محتاج الناس اللي تبدا معاك الشركه تكون ناس شاطره وفاهمه عشان تقوم لك الشركه. فبلاش فكره مدرس الفرنساوي ده لغايه ما تجيب مدرس فرنساوي. في النهايه بقى خليني اقول لك ان فكره البيزنس لوحدها عمرها ما كانت كفايه، وان التمويل بس مش ضمان خالص للنجاح، وان اللي بيبني الستارت اب الناجح وبيخليه يكمل مش بس الشغف لكن كمان رؤيه واضحه، انا عارف انا عايزه اوصل لايه وحاطط خطه كويسه وفريق قوي وكفء ولازم يكون مؤمن بالفكره. ولو عايز تبدا مشروعك الخاص تفادى اي غلطات اتكلمنا فيها في الفيديو ده وربنا يوفقك. في الاخر انا مريم عزت وده انفو ببساطه، ما تنساش اللايك والسبسكرايب.